خلي أقول لك فرد شيء. ترى اللي رزقك وانت صغير يرزقك وانت كبير. إذا كنت تخاف من المستقبل اتذكر ماضيك. منو اللي وكلك؟ منو اللي شربك؟ منو اللي وقف وياك في أحلك الظروف؟ منو اللي ينطاك وقت اللي الناس لزمت ايديها عنك؟ منو اللي فتح لك الأبواب المغلقة؟ أقول تهجد الله يسلمك، وتذكر الله موجود وما يخيب أبدا من يرجو الله عز وجل. الله. قرأت حديث للإمام الجواد، حقيقة حديث رائع. يقول: كيف يضيع من الله كافله؟ الله. اللي الله كافله شلون يضيع؟ شلون أشوفك قلق، أشوف البعض قلق ومتوتر من المستقبل وهو يدري المستقبل بإيد الله. قبل أسبوع ما كان هذا الأسبوع يعتبر مستقبل؟ طيب بهذا الأسبوع مو وكلك، مو شربك، مو انطاك، فليش تخاف؟ أبد ما يضيع إنسان وضع ناصيته بين يدي الله عز وجل. رجل يدخل على علي بن أبي طالب عليه السلام يقول له: يا أمير المؤمنين، إني أخاف الفاقة، يعني أخاف من الفقر، الفقر يحيط بي من كل جانب. قال: لا فاقة إذا استغفرت الله. ويا الاستغفار ماكو فقر، ماكو فاقة. الله عز وجل دوم يهيئ لك الأسباب للرزق. نصيحتي إلك، إذا تتقبل النصيحة أو ما تتقبلها القرار إلك، لا تخاف من شيء ما دام الله حي وموجود.